مظاهر الترفيه ليست مثلا العاطلين. لو توفر لنا مكان وامكانيات وساحات خاصه فينا، انا اقول لك بكل صراحه انا راح اوقف. انا اعرف ضباط يفحطون. الحكاية تبدأ من هنا، حيث يمثل الشباب أكثر من 50% من عدد سكان المملكة. الشباب الذين تعتمد عليهم المجتمعات، من أجلهم توضع الخطط والدراسات لاحتوائهم وتهذيب طاقاتهم لبناء الأوطان. إنهم في كل مكان. كيف يتم الوصول إليهم؟ معرفة احتياجاتهم، متطلباتهم بمختلف أعمارهم واهتماماتهم، ومغامراتهم قد تصل حد اللامبالاة والمغامرة المميتة. سئلنا عن كيف نصل للشباب. الإدارة الجديدة وهي إدارة التواصل الشبابي تم توقيع عقد من حوالي أسبوعين بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب وأحد المؤسسات المتخصصة في مجال التواصل الشبابي، ومن خلال جميع قنوات الإنترنت سوف يكون هناك مواقع للرئاسة العامة لرعاية الشباب ووكالة الشباب خصيصا للوصول والتواصل مع الشباب في كل مكان. لا يمكن معرفة احتياجات الشباب بسهولة، خصوصا المراهقين منهم، وبما أن الذين يتحدثون بلسان حالهم قلة، إلا أنهم قد يحملون رسائل بينة لمن يهوى المغامرة المميتة. فهذا العائد من ساحات الموت، سلطانة غلبي المشهور ببوزقم، عاش المغامرة بكل تفاصيلها، وأدرك أن هذه المغامرة خلاف ظاهرها. أولا شبابنا في المملكة مثلا في السعودية عندنا الطرق شاسعة ومعبدة ومسهلة وميسرة والله الحمد، وطرق كبيرة. وأيضا امتلاك السيارة من ثقافتنا الرجولة عندنا أن الشاب يمتلك سيارة في سن مبكر، وهذا للأسف غلط. ثانيا كان في أثر للأفلام الأولى اللي كنا نراها، أفلام مطاردات، السيارة السوداء أول ما طلعت تسوي حركات بهلوانية هي خدع سينمائية. أنا والله طبقتها على أرض الواقع حقيقة، وكانوا في امريكان يشوفونا في الثمام وغيره ويصورون يقولون اوه نو كريزي مجنون. ليش؟ لانهم ما يتوقعون انها تكون على ارض الواقع، هي مفبركه، لكن احنا سويناها حقيقه. ايضا الفراغ اللي عند الشباب، عدم وجود منتديات تحتوي الشباب، يعني يا اما حديقه للعوائل ولا راح للثمامه وما يدري وش الثمامه. ما في اي نوادي تحتضن الشباب، ما في اماكن ترفيهيه للشباب. إن الفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. فإذا وجد الشيء، الآلة، ووجد التهاون الموجود في المجتمع، بدأت هذه العملية وأصبحت شبه معقدة. في البدايات يمكن استقصاء هذا الأمر والانتهاء منه، لكن الآن أصبحت معضلة. الأخوان والمسؤولين وش يسوون، يعني مهرجانات شيء، يعني حايل ما قصروا، صارت بها مهرجانات القصيم، لكن الرياض يعني ما عندك هواية، بينها مستودعات بس، لا عندك هواية ولا عندك شيء ولا ما عندك أماكن يعني تسوي بها هوايتك يعني. وأغلب يعني عاطلة، الشباب العاطلين يعني وش سبتهم، فاضي لا شغله مشغله، السيارة يعني تلقى مطلع اقتصاد من الوالدة. ولا زالت الوعود الإعلامية للشباب مستمرة، وهم بانتظار تحقيقها. أن ميزانية الشباب تضاعفت 5 أضعاف هذا العام، واستطعنا من خلالها أن يعني نرصد ما يزيد على 2 مليون أو 2000 برنامج، سوف تصل بمشيئة الله إلى أكثر من 1,000,000 شاب في المملكة العربية السعودية. احنا عندنا في السعودية ما في شيء مهيأ، يعني حتى لو طلبت بشيء بسيط يعني ما تلاقي أي، بس مجرد إعلام وكلام ووعود مزيفة يعني للأسف. نبي ناس تهتم فينا،
يعني صح انه يسويه غلط لكن شيء نهواه غصبا عنه يعني. الرياضة الغير مهذبة، الدرافت، التفحيط، التنطيل، التجحيص، مسميات متعددة لمغامرة واحدة مميتة، حيث تشير الأرقام الأخيرة أن معدل الوفيات بحوادث الطرق في السعودية 17 شخصا يوميا، كما بلغ عدد المصابين أكثر من 68 ألف سنويا، وزادت الخسائر المادية على 13 مليار ريال في السنة. وتوصف الحوادث المرورية بإرهاب شوارع لا تقل خطورته عن الإرهاب الإجرامي المنظم، مشيرين إلى أن السعودية تحتل المركز الأول عالميا في عدد حوادث الطرق. ومن غرفة عمليات الدوريات الأمنية تجد رصدا يوميا ومتابعة لكل تفاصيل الطرق السريعة والفرعية، مراقبة مستمرة، إحصائيات دقيقة، لأن الدراسات أكدت أن التفحيط وغيره من السلوكيات المرورية المنحرفة لا تقتصر على الممارسة بحد ذاتها، إنما ينطوي تحتها قضايا أمنية أخرى. خلال الشهر الماضي تم ضبط وإيقاف 137 مفحط، منهم 58 أثناء ممارسة عملية التفحيط، البقية طبعا عن طريق الرصد، عن طريق المرور السري، وعن طريق الدوريات طبعا في الميدان رصدهم. تم إيقاف 196 متجمهر اللي هم يتفرجوا على التفحيط، وتم حجز 274 سيارة للناس الموجودين والمفحطين والناس الموجودين يتفرجون على التفحيط. مغامرات يومية يخوضها رجال الأمن على الميدان في مطاردات خطيرة، يعرضون أنفسهم للخطر للحد من هذه الظاهرة التي أقلقت الأمن الاجتماعي. يركزون عادة في أيام نهاية الأسبوع، حيث يعاني الشباب من الفراغ في ظل غياب الأماكن المخصصة لهم ولهواياتهم. طيب انا هاي بعد الذكرات بيجيك مسجد ادخل عندنا مسجد يمين او ولا مع شارع سيدين واصل سيده يا 10. فرقه نهايه الذكريات مع تخصي 10. يا علي لا تستعجل عليه ترى بينت في الزملاء قتلوا عندكم قتلوا انا بتقدم لا حد يستعجل وراي لا تقول وراي قتل انا بتقدم طبعا هم صادمين الدوريه وطامسين اللوحات الاماميه والخلفيه، وطردناهم الساعه 7 المغرب او الساعه 8:30. السرعه 200 أو 180، وقفلنا عليهم مخرج 7 وطلعوا على الرصيف وفقدناهم، وتم متابعتهم ثاني مرة وقفلنا عليهم مخرج 4 طلعوا على الرصيف، إلين أجبرناهم على الخدمة وقفلنا الخدمة. كانت الدورية موجودة، صدم الدورية إلين وصلت الدورية نفس الموقع هذا. دورية سرية؟ أي دورية سرية. نعم. طبعا ضبطنا شخصين وشخص ارتكب الهرب. السيارة الثانية برضه بدون لوحات، كانت مارس تفحيط على الزملاء في شرق الرياض، ومبلغين على قناة المحولين معنا ومبلغين عن مواصفات السيارة. رصدناها في مخرج 4 وتابعناها وقفلنا عليها في الدورة مخرج 2. طبعا هذا الكابس الأسود اللي فيه الصدمة الخلفية ومشرطن اللوحات بدون لوحة أمامية. طبعا لما يتم القبض عليه في الميدان أو في الشارع يتم التحفظ عليه حتى تسليمه إلى قسم البحث التحري في إدارة مرور الرياض. قسم البحث التحري لديه الحقيقة مجموعة من الأفراد والضباط اللي يتولوا عملية التحقيق مع الشخص هذا وإثبات الواقعة، موجب محاضر طبعا من الفرق الميدانية، ويتم تحويلها إلى هيئة الفصل في المخالفات المرورية للنظر في تطبيق العقوبة على الشخص اللي تم إيقافه. ومع كل ذلك يستمر الشباب في العودة إلى الشارع والمخاطرة. تحدي الموت يمسكون بزمام هذا الحديد القاتل، متجاهلين الأنظمة والقوانين، أو ربما لأنهم يريدون أن يقولوا شيئا آخر غير الذي نفهمه منهم.
كاديلاك اكس تي اس الجديدة بالكامل تأتيك بالمستقبل. عد الأزرار في سيارتك. والآن عد الأزرار على جهازك اللوحي. أما آن لعالم السيارات أن يواكب التطور. إليك كيو. في كاديلاك اكس تي اس الجديدة بالكامل بساطة الجهاز اللوحي أصبحت في سيارتك. كاديلاك اكس تي اس الجديدة بالكامل تأتيك بالمستقبل. تجربة تنقلك إلى عوالم السحر والجمال. جبال القنديل موجودة في العراق. هذه المنظمات الجهادية أو المتطرفة دائما تهدد تركيا. أين الدولة العراقية؟ أين الحكومة العراقية؟ لماذا لا تحافظ على أراضيها؟ أنتم يعني تتفهمون مثلا أن يقيم أكراد سوريا حكم ذاتي وأيضا أكراد العراق حكم ذاتي، ولكن أكراد تركيا حرام، أليس كذلك؟ إمر الله إشلر عضو البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم. نقطة نظام مع حسن معوض في هذه الأوقات على شاشة العربية. زمان اختلف الأخين تويكس ففصلوا إنتاجهم عن بعض، وكل واحد فيهم حب يعمل أحلى صباع شوكولاتة. بس اللي حصل إنه اللي على اليمين حط كراميل على البسكوت، وبالصدفة اللي على الشمال برضه حط كراميل على البسكوت. اللي على اليمين غرق الصباع في الشوكولاتة، واللي على الشمال برضه عمل كده. في الآخر الصباعين طلعوا زي بعض بالظبط، بس كل أخ لسه مقتنع إن التويكس بتاعه أحلى. تويكس، كل صباع أحلى من التاني. عد الأزرار في سيارتك. والآن عد الأزرار على جهازك اللوحي. أما آن لعالم السيارات أن يواكب التطور. إليك كيو. في كاديلاك اكس تي اس الجديدة بالكامل بساطة الجهاز اللوحي أصبحت في سيارتك. كاديلاك اكس تي اس الجديدة بالكامل تأتيك بالمستقبل. كاديلاك اكس تي اس الجديدة بالكامل تأتيك بالمستقبل. طبعا الآن هي المشكلة كانت بسيطة وغير واضحة. طبعا بدايات بسيطة فأصبحت تدور مثل دوران كرة الثلج إلى أن أصبحت بحجم كبير. الآن أصبحت منظمة، أصبحت أيضا لها مسميات، أصبحت تدار من أشخاص، وأصبحت تهدد بطريقة وبأخرى استقرار مجتمع. عموما أنا دائما أتكلم عن الظاهرة التفحيط ليست مثلا العاطلين. بعضهم يقول لي سبب البطالة. ايش دخل البطالة؟ أنا أعرف ضباط يفحطون ما زال على رأس العمل ضابط بنجمة أو بنجمتين بدون ذكر أسماء، كلنا يعرف قضاياهم. أعرف مرشد طلابي، أعرف مدرس، أعرف يعني شخصيات قد لا يتوقع الإنسان هالشخصية تكون مثلا مرتبطة بالتفحيط، لكن ما زالوا يمارسون التفحيط وهم شخصيات معروفة في المجتمع. إذا وش السبب؟ أنا ذكرت طبيب نفسي مرة، قلت إذا صار في تفحيط وأنا ما معي سيارة تحكني ديني. فسبحان الله من طرق الإدمان، إدمان الألعاب الإلكترونية، إدمان الأكل، إدمان الشراء، إدمان الإنترنت، طلعت عندنا إدمانات أيضا، إدمان المغامرة، ركوب الخطر، المغامرات. فهذا نوع من أنواع الإدمان. قد يكون الإنسان يحتاج إلى برنامج علاج سلوكي معرفي من أجل أن يتخلص من الظاهرة، ظاهرة التفحيط. الحقيقه للاسف انه يعني تتراوح اعمارهم من 16 17 الى 30 سنه. للاسف الشديد انه المتابعه مفقوده من ولي الامر، بالاضافه الى عدم الانتظام في 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 المدرسه، او يعني نقول بالاصح انه لا يذهب الى المدرسه.
طبعا الفراغ هو العامل الرئيسي لممارسة هذه العملية الخاطئة الحقيقة، أنا بتصوري أنها جريمة وليست مخالفة مرورية. طبعا لم يكن المفاحط في يوم من الأيام مجرم عند بعض الناس، لم يكن المفاحط في يوم من الأيام، حتى أبوه إذا جاي يتوسط قالوا شو مسوي ولدي؟ لافن كذا بالسيارة، يعني يستهين في أمور كثيرة مع أنها هي جريمة شنعاء. التفحيط جريمة ما بعد جريمة. من المؤكد أنها جريمة حينما تتعدى على حقوق الآخرين والأرواح والممتلكات، جريمة حينما يكون العبث ترفيها، وجريمة لأنها حتما ستقودك إلى السجن. حقيقة التفحيط ما منه فايدة. كل اللي حولك وقت التفحيط واللي يساندونك واللي يكونوا معك ويأجرون لك السيارة ولا يعطوك الكفرات ولا يعطوك المال، كلهم بيتخلون عنك في أقل الظروف. عندما يحصل حادث ولا عندما تطب علينا الشرطة وتمسكنا، بيتنازلون عنك وبيتخلون عنك وبيتركونك لوحدك، وانت الوحيد اللي بتشيل الموضوع فوق راسك. من المؤكد أيضا أنها جريمة بكل معانيها وأبعادها حينما تكون ضحية لأحد المفحطين المتهورين وتكون مقيد الحركة. المشكلة اللي قاعدين نعانيها الآن اللي هو مشكلة التفحيط. التفحيط الآن صار بشكل فظيع، يعني صار الآن الناس تروح أرواح، والشاهد على ذلك لما تخش على اليوتيوب، لما تخش على مواقع ثانية في الإنترنت، بتحصل جميع الحوادث بشكل فظيع وشكل يعني غير يعني تشمئز نفسك منه. لما تشوف بعض الناس تحصله يطلع من السيارة كله بسبب السيارة قذفتها برا، والسبب كله بسبب سرعة، بسبب تفحيط، تهور، ما في أي يعني فائدة، يعني ما في يعني تطبيق نظام بصرامة، ولا يكون عندنا يعني إعاقات زي ما صار لي أنا وصار لناس كثيرين. وأتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى أن يكون نظام صارم يطبق المرور على جميع الشباب بدون استثناء منه. ورغم ما تقود إليه هذه المغامرة من المخاطر الكثيرة وما ينطوي تحتها من جرائم مختلفة تقود إلى السجن والموت، ومع تكثيف الحملات المرورية واتفاق المجتمع على تجريمها، يبقى لها محبوها وعشاقها والباحثون عنها في كل مكان. فبمجرد تصفح الإنترنت ومنصات الفيديو ستتعجب من عدد المتابعين والمعجبين والشغوفين بهذه المغامرة، وتتعجب من كم المتخصصين في تصوير وملاحقة المواكب والتفنن في عرضها على الإنترنت، مما يعني تطور هذه المغامرة وخطورتها في حال عدم احتوائها. ونحن يؤسفنا جدا يعني أنه يكون عدد كبير وهذا الكم اللي نفقده من الشباب أو من يعني من المجتمع بمشاكل التفحيط ويعني السلبيات اللي ظهرت في مجال التجمعات وإلى آخره. الرئاسة العامة لرعاية الشباب الحقيقة تود أن تستثمر أوقات الشباب بما يفيدهم الحقيقة للابتعاد عن مثل هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع. يجب التحذير منها والوقوف عليها بشكل كبير جدا كأفراد مجتمع، كحكومة، كنفس الشاب أن يتلقى مثل هذه الأمور ليعرف أين وضعه بالتحديد. إذا نحتاج إعادة نظر في برامج الشباب. رعاية الشباب ركزت على الرياضة فقط مع أنها ثقافية اجتماعية رياضية، وأنا خاطب الأمير نواف، نريد فتح مجال للشباب في الأندية الرياضية. هذه المجسمات وهذه المباني اللي خسرت عليها الدولة أموال لابد أن تفتح تحتوي الشباب، هي ما بس لنادي معين أو فريق معين. التساؤلات والمناشدات والمطالبات لاحتواء الشباب وجذبهم مشروع يؤرق المسؤولين على مستوى الدول، ولأهمية هذه التساؤلات حاولنا الحصول على إجابة واضحة من المسؤول الأول في جهاز رعاية الشباب. تمت إحالتنا لإجابة معلنة على منصة اليوتيوب لسمو رئيس رعاية الشباب عبر موقعه اسأل نواف، الذي يجيب من خلاله على كثير من تساؤلات الشباب
وهمومهم. لا شك أن التفحيط هو آفة وعالة على الإنسان وعلى كل من هم حوله، فبدل ما تكون عالة على نفسك وعلى الآخرين ممكن تكون بطل من أبطال المملكة. هناك على سبيل المثال بطولتين، بطولة كودو وريد بول تقام دائما في جميع مناطق المملكة. إذا أنت عندك هواية التفحيط انضم لهذه البطولة، وكل ما أقيمت في منطقتك تمارس هوايتك بشكل آمن وبشكل سليم. طبعا اللي له هوايات في السيارات عموما هناك اتحاد السيارات والدراجات النارية، هناك بطولات الراليات في المملكة، هناك حلبة الريم، هناك كثير من المناشط اللي خاصة بالسيارات والدراجات النارية. أرجو من الجميع أنهم يتجهوا إلى المكان الصحيح لممارسة هوايتهم بدال ما يكونون يتلثمون ويخبون أنفسهم. إلا أظهر وجهك وخليك بطل من أبطال المملكة. صراحة ما أدري ايش أقول لك، يعني لو توفرنا مكان وإمكانيات وساحات خاصة فينا أنا أقول لك بكل صراحة أنا راح أوقف، يعني حتى يمكن ما راح حتى أفحط، راح أتجه مثلا. أنا بصراحة أعشق رياضة الفورمولا 1. يعني تشد يشدون، تسوي يسوون، وهذه رد لهذه. لكن لما فتح معهم باب الحوار وتناقش معهم وصلنا إلى نتيجة. الحوار الوطني، وين من الحوار الوطني اليوم؟ ليش ما تطرح قضايا الشباب؟ ليش ما تطرح بواقعية؟ احنا نشخص نجي نتكلم كلام عامي، وإذا سألنا أحد المسؤولين قلنا الأمور بخير. حقيقة أنا كنت أسأل قبل سنوات عن نوادي للتفحيط وكنت أرفضها بشدة، وكثير تكلمت في الإعلام. لكن لما رأيتها اليوم في قطر، رأيتها في الإمارات، زرتها في أرض الواقع، رأيت كيف المكان يكون مهيأ، مثل أكشنها، مثل هالبرامج، مكان مهيأ في ساحة بعيد عن الأطفال والمدارس والحواري. أيضا الجمهور في مكان منطقة آمنة، ارتداء الخوذة، ربط الحزام، وجود أماكن بعيدة للمتفرجين. وجدت اليوم أنها تفرغ الطاقة المكبوتة ولا تضر الشخص نفسه ولا تضر المتجمهرين. فرأيت أن هذه قد تكون سبب اليوم من أسباب الحلول. طبعا عندنا في المملكة تدرس من 4 سنوات في اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء، وللآن لم يصدر فيها فتوى، لها 4 سنوات الموضوع هذا. وحتى يحين موعد تحقيق أحلام الشباب وتطلعاتهم يبقى هؤلاء في الشارع معرضين أنفسهم والآخرين إلى الخطر، وتبقى تساؤلاتنا عن الشباب وعن المغامرات المميتة لم تنتهي بعد. كاديلاك